كل 10 ثوان يشتري شخص ما قميص ريال مدريد. هذه أكثر من 3 ملايين قميص في الموسم الواحد. لم يجني أي فريق كرة قدم في العالم أموالا أكثر من الريال في المواسم ال5 الأخيرة. الأمر لم يكن دوما بهذا الحال. قبل 20 عاما تساءلت إحدى شركات المحاسبة بل وشككت في قدرة النادي في البقاء على قيد الحياة، لكن فجأة وعكس كل التوقعات تحول ريال مدريد من مقبل على الإفلاس إلى أحد أكثر الفرق الرياضية قيمة على هذا الكوكب. كيف تمكنوا من الصعود على قمة الصناعة الرياضية عالية التنافسية؟ ما هي الخطة التي أنجحت هذا النادي؟ وكيف يتحدى لاعبون مثل كريستيانو مبابي وهالاند هذه الخطة؟ كل شيء بدأ مع هذه الصفقة. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. في بداية الألفية الثانية ترشح فلورنتينو بيريز لرئاسة ريال مدريد. كجزء من حملته وعد بالتوقيع مع نجم العدو برشلونة لويس فيغو برقم قياسي آنذاك تجاوز 60 مليون يورو. كانت ملحمة الصفقة جنونية جدا لدرجة جعلت نتفليكس توثقها بفيلم على منصتها. لكن ما سنركز عليه اليوم ليس الدراما أو سعر الصفقة، بل تغيير بسيط في صياغة بند مدفون بعمق في عقد فيغو، والذي يمكن القول أنه غير مسار ريال مدريد ومسار الكرة بشكل عام. يمكن تعريف حقوق الصورة على أنها ما يملكه الشخص حول نفسه من صور، اسم، لقب، كنية، صوت، إمضاء أو أي خاصية أخرى ينفرد بها. بشكل عام يملك اللاعب 100% من حقوق الصور هذه، بمعنى أنه عندما ترغب إحدى الشركات بما في ذلك النادي الذي يلعب له في استخدام صورته في إعلان ما فيجب عليهم الدفع مقابل ذلك. على الأقل كانت هذه الطريقة التي سارت بها الأمور حتى دخل بيريز في اللعبة. بداية بفيغو، كل الجالاكتيكوس الذين وقعوا مع ريال مدريد سلموا 50% من حقوق صورهم للنادي. هذا يعني أنه كلما تم جني المال باستخدام صورة زيدان، رونالدو أو راؤول، سواء كان ذلك مع راع رسمي لريال مدريد أو صفقة خاصة باللاعبين أنفسهم، فإن مدريد سيجني 50% من قيمة الصفقة. كمثال، أديداس كانت تدفع لزيدان مقابل ارتداء أحذيتهم. نصف ذاك المال ذهب لريال مدريد. تسليم نصف أرباح الإشهارات الخاصة بك إلى ناديك كان أمرا غريبا في ذلك الوقت، ومع ذلك استطاع بيريز إقناع كل عضو من الجالاكتيكوس بهذه التضحية. فكيف ساعد هذا ريال مدريد في التحول إلى أكبر ناد فوق الكوكب؟ يصبح السحر الحقيقي وراء خطة بيريز العبقرية أكثر وضوحا عندما تلقي نظرة على جالاكتيكو معين. بصرف النظر عن موهبته الفذة، فقد جاء وصول ديفيد بيكهام إلى مدريد بشيء كان بيريز يرغب به بشدة. لا، ليست ركلاته الحرة المتقنة ولا توزيعاته الدقيقة، بل شيء خارج الميدان تماما. كان بيريز عاشقا لماركة بيكهام. في وقت انتقاله كان بيكهام أحد أكبر المشاهير في العالم. في ذلك الوقت قيل أنه لا يوجد شخص واحد في العالم لا يعرف اسم بيكهام. بعبارة أخرى، كان بيكهام اللاعب الأكثر تسويقا في العالم. تخيل الآن 50% مما جناه بيكهام من الإعلانات في خزينة النادي. في الواقع ليس عليك أن تتخيل، فقط انظر كيف تغيرت أوضاع ريال مدريد المالية بحلول موسم بيكهام الثاني. لقد ضاعفوا إجمالي إيراداتهم، وما يقارب النصف جاء من الصفقات التجارية. أصبح بيكهام محورا أساسيا في جاذبية مدريد التجارية، لدرجة أن بيريز نقل عنه قوله بأنه مستعد لبيع سانتياغو برنابيو قبل أن يفكر في بيع بيكهام. انطبق الأمر على جميع أفراد الجالاكتيكوس، جلب كل منهم جماهير جديدة وفرصا تجارية أكبر. والآن قد تتساءل كيف للاعب لديه كل هذه الجاذبية التجارية يتنازل عن نصف مداخل إشهاراته للنادي؟ وهنا تكمن العبقرية الفذة لخطة فلورنتينو بيريز.
عندما أصبح بيريز رئيسا للفريق أدرك أن كرة القدم تحولت إلى منتج إعلامي، فأصبح لزاما أن تغدو الأندية شركات إنتاج. كان يعلم أنه إذا أنشأ فريقا مرصعا بالنجوم فسيتمكن بسهولة من تجميع هذا المنتج وبيعه للرعاة مقابل مبالغ فاحشة من المال، تماما مثل سهولة بيع فيلم مليء بالأسماء الثقيلة في التمثيل إلى نتفليكس حتى لو كان الفيلم فاشلا. بدأت العلاقة بين الجالاكتيكوس وريال مدريد تبدو مثل العلاقة بين توم كروز وهوليوود. الأندية مثل الاستوديوهات الكبيرة لديها كل البنى التحتية لوضع المواهب على المسرح الكبير، واللاعبون مثل بيكام وزيدان يجذبون الجماهير. ببساطة كانت مقايضة، يستفيد النادي بالوصول إلى قاعدة جماهيرية عالمية ضخمة، ويستفيد اللاعب بكونه في الفريق الأكثر جاذبية في الكوكب. بيكام كان بالفعل اللاعب الأعلى أجرا في مانشستر يونايتد ب15 مليون يورو، لكن بعد عام واحد فقط في مدريد جنى 22 مليون يورو. لاعبون كبيكام وزيدان أدركوا جيدا أن دورا رئيسيا في الجالاكتيكوس الأسطورية فتح لهم مجالات وفرصا تجارية عظيمة لم يكونوا ليحلموا بها في مكان آخر، وبالتالي قاموا بالتنازل عن نصف أرباحهم بكل سعادة وسرور. هذه كانت خطة بيريز طوال الوقت: اصنع أكثر فريق تسويقي في الكوكب واقتطع حصة كبيرة من الأرباح. حقيقة أن كل من مدريد وبيكام جنيا مبالغ طائلة من صفقة ال50-50 هي دليل على فعالية الاستراتيجية، وجعلت من ريال مدريد هوليوود كرة القدم، المكان الذي تذهب إليه لتصل إلى قمة الثراء والشهرة. لكن كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي. فقط ألقي نظرة على نوافذ الانتقالات الأخيرة. كل من كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند أكبر موهبتين واعدتين في عالم الكرة قررا عدم الانتقال إلى مدريد. ومجددا يمكن أن يكون العامل الحاسم هو حقوق الصور، لكن هذه المرة ليس في صالح مدريد. ربما لا يوجد في العالم لاعب يهتم بحقوق صوره أكثر من كيليان مبابي. لعدة أشهر كان على خلاف دائم مع الاتحاد الفرنسي، فقد رفض مرارا وتكرارا التقاط الصور الإعلانية مع اتحاد بلاده، معللا ذلك بأن تصويره مع الرعاة المعنيين من شأنه الإضرار بعلامته التجارية الشخصية. وعيه بأهمية وقيمة حقوق صوره لعب الدور الأساسي في المفاوضات مع ريال مدريد. مبابي رفض ريال مدريد لأنهم أصروا على أخذ 40% من حقوق الصور الخاصة به، و40% هي بالفعل خطوة كبيرة للاعب وفق معايير الريال، لأن المرة الوحيدة التي سمحوا فيها بهذا الأمر كانت لأجل عيون كريستيانو رونالدو. لكن مع تطوره ليصبح أشهر لاعب كرة قدم في العالم تفاوض على صفقات أفضل من ذلك بكثير. غادر رونالدو في 2018 ولكنه خلف وراءه ضررا جسيما في منظومة ال50-50. مدريد سمحوا للاعب بكسر المنظومة ووضعوا أنفسهم في موقف يجابهون فيه علامة تجارية أقوى من علامتهم، وبشكل ما عانى هذا موت مشروع الجالاكتيكو. أصبح اللاعبون اليوم أكثر ثقة في تنمية علاماتهم التجارية الخاصة خارج أنديتهم، وباتوا يطالبون بالمزيد من التحكم في صورهم. لم يعد مدريد يحمل صورة نادي هوليوود حيث تذهب للشهرة والثراء. منذ 2018 الريال كانت له نفقات انتقالات مماثلة لكل من أرسنال وأتلتيكو مدريد، ومع لاعبين قادرين على الوصول إلى قاعدة جماهيرية عملاقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت شراكة ال50-50 أقل جاذبية. من الواضح أن بند حقوق الصور كان فقط أحد العوامل التي أدت إلى صعود ريال مدريد كقوة رياضية واقتصادية، ولكن تحت أضوائها يصبح قرار الجيل الجديد من السوبر ستارز مبابي وهالاند أكثر أهمية. فهل سينتهي المطاف بأحدهما في مدريد، أم أن الاستراتيجية التي قادت الريال إلى المجد وجدت من هو ند لها؟